السلام عليكم شباب الكليات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد تاني مهم جدا، ومعاكم اخوكم طبعا زياد الحصري. في فيديو النهارده ان شاء الله هتكلم فيه بالتفصيل عن كل ما يخص الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات. ناس كتير حابه الفيديو ده، فالفيديو ده ان شاء الله لكل طلاب الجامعات المصريه وكل الكليات، مش بخص بيه طلاب كلية معينة. لا، الفيديو ده لكل الناس. هقول على معظم الحاجات المشتركة بين الكليات عشان ان شاء الله تجهزوها. بس قبل اي حاجه، لو انت مش متابعني فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه عشان نوصل ل100 الف مشترك في اقرب وقت، وبقدم محتوى جامد جدا. فيلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا لانه مطلوب بشكل كبير جدا جدا جدا. فيلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه مع بعض. بس انت طالما اتفرجت عليا يبقى انت اكيد واثق فيا وهتنفذ اللي انا هقوله في الفيديو ده بالحرف الواحد. الفيديو بتاعنا النهارده مقسوم كده لتلات اجزاء. اول جزء معانا ودي اول حاجه هنتكلم عنها هي الاوراق المطلوبه. تاني جزء معانا هي المواعيد. تالت جزء معانا وهي الشائعات. بس هنبدأ مع بعض كده عن الأوراق المطلوبة. أول حاجة هتكلم عنها وهي الأوراق المطلوبة. قبل ما نتكلم في الأوراق، في قاعدة مهمة جدا هنتبعها إن شاء الله في الأوراق، وهي قاعدة الأصل والصورة. وكمان بنبه، أهم حاجة الفيديو ده مخصص لكل طلاب الجامعات المصرية والمعاهد والكليات، مش بخص بيه طلاب فئة معينة. قاعدة الأصل والصورة بينطبق عليها إيه؟ يلا بينا مع بعض نشوف أول مطلوب معانا في التقديمات. أول مطلوب معانا هي بطاقة الترشيح، والبطاقة دي مهمة جدا جدا، وتقدر تجيبها أو تطلعها من واقع الوزارة عادي، كأنك داخل تجيب نتيجة تنسيقك أو داخل تعمل رغباتك. دي اللي بيكون مكتوب فيها لقد تم الترشيح لكلية كذا. دي مهمة جدا، ومن غيرها أصلا مش هينفع تقدم، لأن بيكون مكتوب فيها اسم الكلية. هتجيب بطاقة الترشيح معاك، وهتصورها صورتين أو ثلاثة معاك احتياطي. دي أول حاجة. تاني مطلوب معانا طبعا اصل شهادة الميلاد تكون حديثة. اصل شهادة الميلاد حديثة وتلات صور منها. لو انت عندك شهادة الميلاد قديمة او حاجة لازم تكون جايبها حديثة، ودي بتجيبها من اي مكتب تجنيد تابع ليك. تالت حاجة معانا أصل استمارة الثانوية العامة. طبعا زي ما احنا عارفين نتيجة ظهرت، لازم انت تكون جايب نتيجة بتاعتك من المدرسة بتاعتك أصلا، بيكون فيها استمارة النجاح من ثانوية عامة. دي مهمة جدا جدا جدا، وبرضه من غيرها للأسف مش هتقدر تقدم في الكلية. فلازم تجيب أصل استمارة الثانوية العامة معاك، وكمان تصورها 3 صور معاك. المطلوب الرابع هتجيب صورة شخصية، وعددهم هيكون 8 صور، ويكون الخلفية بيضة 4 في 6، وكمان يكون مكتوب تحتهم الاسم، يعني اسمك ثلاثي كده. لو انت مش فاهم انا بتكلم في ايه مفيش مشكلة، تروح اي استوديو قول له بعد اذنك انا عايز اتصور صورة 4 في 6، او صورة للتقديم في الكلية، وبعد اذنك اكتب لي اسمي عليها تحت. وهو بيكتب لك عادي جدا ان الصور دي بتكون مطلوبة في التقديمات، مهمة جدا. هو ان شاء الله راجل عارف. قول له بس صورة 4 في 6 او تقديم في الكلية، يكونوا 8 صور، ويكونوا خلفية بيضة، وهو ان شاء الله يوم معاك بالواجب. طبعا صورة شخصية للبطاقة، صورها صورتين او تلاتة كده يكون معاك احتياطي. المطلوب اللي جاي معانا مهم جدا جدا، ده للشباب او للذكور بس، البنات ملهاش دعوة بالجزئية دي بس. هتجيب استمارة 2 جند او 6 جند. ايه يعني انا مش فاهم ايه 6 جند او 2 جند، او اصلا دول بيطلعوا منين؟ انا هبسط لك الامر. استمارة 2 جند او 6 جند، عشان ان شاء الله انت المفروض بعد ثانوية عامة بتخش الجيش على طول، بس الكلية بتاعتك بتأجل لك الجيش بتاعك لحد ان شاء الله بعد ما تتخرج. والكلام ده حتى لو انت اصلا مالكش جيش، يعني لو انت وحيد او عندك اي ظرف مش هتخش فيه الجيش، لازم برضو تجيب. يبقى كل ولاد هيجيبوا استمارة 2 جند او 6 جند. طيب هجيب 2 جند ولا 6 جند؟ هو الموضوع بيفرق على حسب انت مواليد سنة كام. انت مثلا مواليد 2005 هتجيب 2 جند، 2006 مثلا 6، 2007 هتجيب مثلا، هو على حسب هو يقولك. طيب اجيبها منين؟ دي انت بتجيبها من اقرب اسم شرطة او مركز جنب بيتك. دي بتطلع قول لهم بس عايز استمارة 2 جند او 6 جند. لو انت مش عارف تجيب 2 ولا 6 مفيش مشكلة خالص، قول لهم والله يا جماعة انا مواليد سنة 2005 6 7، وهو من نفسه هيعرف ايه الاستمارة المطلوبة ليك. الكلام ده للشباب، ما ينفعش برضو تروح من غيره، لان ده اللي بيأجلك الجيش بتاعك. طيب عملنا كل الحاجات دي وجبناها كلها وخدنا منها صور وكل حاجة تمام. هتجيب فايل وتجمع فيه كل الورق بتاعك ده عشان ما يكونش فيه اي لخبطة او حاجة. طبعا ما تنساش لازم يكون معاك قلم، علشان يعني اليوم بيكون معظمه لخبطة في ورق ممكن يروح او كده. فهات حافظة كده او يعني فايل وجمع فيه كل ورقك، يكون معاك قلمك وكل ادواتك وكل حاجة، عشان ان شاء الله ما تتحطش في اي مشكلة. كمان في حاجة بس مش كل يعني الكليات بتطلبها، هي صورة بطاقة الاب او ولي الامر. هاتها معاك برضو، صورها صورتين احتياطي. زي ما اتفقنا طبعا في قاعدة الاصل والصورة، دي حاجة مهمة جدا جدا، عشان يعني ما تحطش في اي مشكلة ممكن تقابلك. يكون معاك الحاجة منها يعني نسخة واتنين وتلاتة، عشان لو لا قدر الله حاجة ضاعت او احتاجوا حاجة احنا ما قلناهاش، انت
تكون جاهز بورقك وبفايلاتك وبكل حاجة. فكده نكون اتكلمنا عن يعني اهم الحاجات المطلوبة للتقديمات. زي ما احنا عارفين ان الحاجات دي كلها خاصة بكل طلاب الكليات والمعاهد الحكومية في مصر، مش بخص بيها بقرر مرة المليون طلاب كلية معينة او معهد معين، لا ده لكل الكليات والمعاهد وكل الجامعات. زي ما اتكلمنا عن اول شق معانا وهي الاوراق المطلوبه، يلا بينا مع بعض نتكلم عن المواعيد بتاعه التقديمات. عشان تكون عارف، مفيش مخلوق على وجه الارض هيكون عارف ميعاد محدد للتقديمات في الكليات. طيب لو اي حد قالك انت مثلا كليتك كليه تمريض جامعه دمياط مثلا هتقدم يوم 15/9، قول له انت كده مش مظبوط. انت مثلا هندسه القاهره يوم 12/9، قول له كده مش مظبوط. لو انا كزيد قلت لك كليتك يوم كذا الساعه كذا، قول لي يا زيد انت كلامك مش مظبوط، لان مفيش مخلوق على وجه الارض يعرف مواعيد التقديمات ايه غير الكليه نفسها. فاهم حاجه لازم تاخد بالك منها وحاجه مهمه جدا في الفيديو بتاعنا، هي انك تتابع الصفحه الرسميه للكليه بتاعتك. الصفحه الرسميه بتنزل المواعيد الاساسيه والرسميه الخاصه بالتقديمات في الكليه. زي ما احنا عارفين الفيديو بتاعنا النهارده ناس كتير من كليات كتير جدا بيتفرجوا عليا، فما اعرفش اقول لك انت كليتك يوم كذا ودي كليه يوم كذا. كل كليه بيكون ليها ميعاد محدد، بس اهم حاجه تتابع الموقع الرسمي للكليه سواء على جوجل او على فيسبوك. اتصرف اتشقلب وهاته، لان ده المكان الوحيد والاساسي والموثوق في انك تاخد منه ميعاد. ما تسمعش الكلام اي حد خالص. شوف الكليه منزله يوم كذا الساعه كذا، يبقى تجهز الاوراق دي كلها وتروح في الميعاد ده. لو اي حد قالك في ميعاد تاني ما تصدقوش وش كده. اهم حاجه المصدر الرسمي والموثوق عشان محدش يتغفل ويروح عليه ميعاد التقديمات. تابع موقع الكليه بتاعك او اسال في جروب للدفعه في اي حاجه لحد ما توصل ليه عشان تعرف مواعيد التقديمات بتاعتك. يبقى ما تخليش حد يضحك عليك، وتابع الموقع الرسمي للكليه بتنزل المواعيد الاساسيه بتاعت التقديمات. وعشان تكون عارف التقديمات بتبدا دايما في بدايه شهر 9. احنا دلوقتي تقريبا في حدود 2/9 او 3/9، وان شاء الله الدراسه هتبدا يوم 1/10، فلسه اقل من شهر بالظبط. وهنقدم فيهم ان شاء الله في خلال يومين او 3 ونكون مقيدين رسميين في الكليه. بكده نكون اتكلمنا عن تاني شق معانا. نيجي للشق الاخير وهي الشائعات. ايه الشائعات دي يا ترى؟ الشائعات اقصد بيها ان ممكن حد يطلع يقول لك مثلا انت تقديمك في كليتك يوم 27/9، وده يضيع عليك التقديمات. حد يقول لك مثلا انت يوم 4/9، حد يقول لك يوم 1/9 وراح عليك اللي هو كان امبارح اقول امبارح. ما تسمعش كلام حد، مصدرك الرسمي والموثوق والوحيد هو موقع الكليه بتاعتك. طيب يا عم زياد، يا ترى الكشف الطبي بيكون في نفس مواعيد التقديمات ولا بيكون في مواعيد تانية غيرها؟ كل كليه او كل جامعه على حسب ما هي ماشيه. في جامعات بتكون ماشيه مثلا ان التقديم في نفس اليوم اللي فيه الكشف الطبي، وفي جامعات تانية بتكون ماشيه ان الكشف الطبي في يوم والتقديمات في يوم تاني. بس ان شاء الله ما تقلقوش، الفيديو الجاي هيكون بالتفصيل عن الكشف الطبي وهنكشف ازاي وايه الحاجات اللي ممكن نتقبل، الحاجات ممكن ترفض عشانها. اخر حاجه مهمه جدا جدا وللاسف انا نسيت اقولها، فيعني لازم انتوا تكونوا عارفينها. لو انت في كليه ليها اختبار قدرات زي مثلا فنون تطبيقيه، فنون جميله، اي كليه ليها اختبار قدرات، لازم تاخد نسخه من نجاحك في اختبار القدرات عشان تعرفهم. تخش برضو على الموقع بتاع القدرات بتاع الوزاره عادي اللي انت جبت منه بطاقه الترشيح او التنسيق او الرغبات بتوعك ايا كان انت بتسميهم ايه، وتطبعها وتصورها صورتين ويكونوا معاك، لان دي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتثبت اصلا انك واحد قبلت في الكليه دي عن طريق اختبار القدرات. بس كده بكده يكون فيديو النهارده خلص. فيديو كان بسيط اتكلمنا فيه عن الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات، وعرفنا الشائعات ونعمل ايه وما نعملش ايه وناخد ايه معانا بالظبط. والفيديو ده لكل الكليات عشان انا عارف في الكومنتات الناس هتقعد تكتب لي طب يا زياد الفيديو ده ينفع لمعهد تمريض، طب ينفع لكليه اعلام، طب ينفع لكليه صيدله، طب اسنان. يا جماعه الفيديو ده لكل الناس وكل الكليات. بس كده الفيديو النهارده خلص. لو استفدت اعمل اشتراك في القناه ولايك الفيديو ده واكتب في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه. بس كده، وفولو على الانستجرام عشان برد على كل المسجات اللي بتجيلي. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، وشكرا.